السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة، ودول وصفتين مع بعض ان شاء الله يعجبوكم، وطريقة سهلة وسريعة. فتابعوا معايا. انا الفيديو اللي فات عملت لكم تنظيفة للكرشة او السقط، معرفش، او الصليبة على حسب كل واحد ما بيسميها. فالمهم، صراحة الطريقة كانت حلوة وعجبت ناس كتير. جربوا الطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم برضو. في يعني التسوية بتاعت الكرشة أو الصليبة على حسب ما انتوا بتسموها يعني. فأنا عندي برام أو طاجن أو عادي حلة، زي ما انتوا تحبوا يعني. بصوا، انا اول حاجه طبعا غسلنا السجق حلو او الكرشه الصليبه، غسلتها حلو جدا جدا جدا. تمام. ف اول حاجه بعد ما غسلتها حلو وغسلتها بملح وظبطتها ونجحتها وكده، قطعتها وغليت ميه في حل عادي، واول ما الميه غليت حطيت فيها الصليبه او الكرشه. المهم، حطيتها وخليتها غلت معاها شويه في الميه، وما حطيتش اي منكهات ولا اي حاجه، وهي يا دوبك غلت معاها. وبعد كده طفيت عليها وطلعتها من الميه وركنت على جنب. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انتوا زي ما شفتوا طاجن وسخنته وقطعت فيه بصله وعليه كم فص توم عشان انا معشقها بالثوم، فكترت توم اصلا. انتوا لو هتركز شويه توم كتار، والبصل يعني مش كبيره قوي. وبعد كده شوحتهم في شويه زيت، وهطشهم بقى بطماطم، درج طماطم كده حلو. وبعد كده هزود الطماطم دي شويه ميه عشان انا هسوي فيها الكرشه او الصليبه. تمام. حطيت البصل والثوم وبشوحهم، واول ما خدوا لون هنزل عليهم زي ما انتم شايفين كده بالطماطم. وهحط لها طبعا توابل، بس انا مش هحط ملح دلوقتي، هستنى شويه. وبعد كده انزل بايه بس الكرشه، او القشة او الصليب زي ما بتقولوا يعني. المهم، فحطيتهم وهسيبه طبعا البرام ده هو المفروض ما يتحطش على نار عالية، بالذات على البوتاجاز عشان ما يطرشش. فهو اول ما غلى كويس، بعد كده رحت انا هديت على النار، سبته بقى يستوي لوحده. ده انا كنت طلعتها من المية المغلية وحطيتها هنا. هسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها خالص. يعني انا خليت الطماطم اتسبكت كده، يعني ما اتسبكتش، هي غلت كام غلوة كده وخلاص. واغطيهم بقى واسيبهم يستووا مع نفسهم. بعد كده الأكلة التانية، الممبار ده أكل حبيبة الملايين برضو. الأكل ده يا جماعة بجد يعني طعمه حلو، والواحد كده نفسه أصلا دايما بتروح له. متعرفوش كده يعني، بيخلي كده الواحد يجوع، رجله يجري، فاهمين انتوا؟ فأكلة بصراحة تحفة حلوة، أنا بحبها وبعشقها. بس الحمد لله بحب كل أنواع الأكل، يعني ما فيش أكلة كده ما بحبهاش. بس يعني الاكل لما يكون طعمه حلو احبه، لكن الاكل اللي مثلا معمول طعمه كده مش حلو بالنسبه لي فانا مستحيل اكله، ممكن اكل لقمتين وخلاص. لكن الاكل لو طعمه حلو ومعمول حلو انا باكل، يعني بصراحه يعني باكل. فالمهم، ده الممبار طبعا انا برضو غسلته ونضفته حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي بالنسبه لي انا اصلا يعني مش بحب اكلها من اي حد، وغير ام حبيبه قلبي طبعا، ربنا يديها الصحه ويبارك لي فيها يا رب. يعني انا مثلا ممكن ما احبش كمان الاكل ده من ايدي قد ما احبه من ايد امي يعني. ف آه عايزه اقول لكم ان الاكل ده على قد ما هي حلوه، على قد ما الواحد لازما ينضفها كويس جدا جدا، عشان تعرفين يعني هي ايه كان اصلها ايه. فاحنا ايه بنحاول الحضر بتاعها نظبطها كده ونخليها اكله حلوه، عشان ما نشمش فيها ريحه وحشه ولا الكلام ده كله ده. فاحنا بنحاول نغسلها كويس على قد ما نقدر عشان ما تبقاش فيها زفاره ولا اي حاجه وحشه. تمام. فزي ما قلت لكم انا غسلت
غسلتها حلو. وهنا الخلطة بتاعة الممبار، رز أنا يا دوبك غسلته، وخضار محشي. بصوا لما أحط شبت وكزبرة وبقدونس، تمام. وطبعا التوابل عندي ملح وكمون وكزبرة وبابريكا وشطة وفلفل أسود. وعندي بهارات اللحمة اللي أنا عاملاها وزيت، وطبعا الطماطم. وعايزه اقول لكم ان الطماطم دي كانت في الفريزر، فانتوا هتحسوا ان هي بيضه او صفرة او مش باينه ان هي حمرا قوي. بس بعد ما استوى كان الحمد لله حلو وحمرا وكل حاجه تمام. انتوا لو عندكم صلصه حطوا، بس انا كانت كده بالنسبه لي كافيه. انا اصلا بعد الشفشق الطماطم ده حطيت كام حبايه طماطم برضو، حسيت ان هي مش حمرا وكده، بس حطيت كام حبايه قطعتهم قطع يعني تمام. ف زي ما قلت لكم كده الخضار والبصل، قطعت بصلة حلوة كده كبيرة، وخضرة المحشي ودرج الطماطم والزيت والملح والتوابل والرز طبعا غسلاه. طبعا كله ده ني. طبعا الممبار معروف ني. يمكن في ناس لما تعملوا بتسبيكة وتحطوا على النار، بس طبعا احنا عارفين ان الممبار بياخد وقت. هو الحمد لله يعني اللي عند الممبار ده مش بياخد وقت كبير، بس برضه انا بحب الخلطة دي بصراحة، ما تخليه طعمه في حتة تانية. والممبار يعني في زمان كنا ما نعمله كده من غير خضرة محشي، بس من ساعة ما دقته بقدرة المحشي بجد، يعني عايزة اقول لكم ان انا ادمنته بيه، ومستحيل دلوقتي اعمل الممبار من غير خضرة المحشي. ف عايزه اقول لكم جربوا الخلطه دي وان شاء الله تعجبكم. وعايزه اقول لكم طبعا اللي وصل لحد هنا ما ينساش يعمل لايك واشتراك وكومنت حلو. وبشكر كل اللي بيخش يشوف الفيديوهات بتاعتي ويعلق لي تعليق حلو او يكتب لي كومنت حلو. وطبعا بشكر كل اللي بيشتركوا معايا في القناه. فطبعا لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه. عايزة القناة كده تكبر. مش عارفة في ايه الاشتراكات قليلة خالص، بس يعني عادي تمام يعني الحمد لله. انا ايه صابرة، وهشوف يعني يعني الفيديوهات ايه هت هتجيب اشتراكات ولا لا. فانا يعني هشوف هشتغل شوية. وعايزة اقول لكم ان انا لو ما لقيتش الموضوع تطور كده وفي اشتراكات، احتمال يعني ما كملش في القناة وكده، بس يعني هنسيبها على الله فترة كده وهنشوف خير ان شاء الله يعني. بس فعايزة اقول لكم ان انا بقى ايه عملت الخلطة والممبار. انا باخد رز واحشي في الطبق، مش عايزة اوسخ الرز وكده كده كده يعني مش هيفيد مني رز، بس برضو بحب ايه اخد في الطبق كده واحشي يعني الممبار بس. وبعد كده طبعا عايزه اقول لكم ما تملحش قوي عشان ما يتفجرش وكده. انتوا بصوا بتفردوه كده في طبقه خفيفه كده في الممبار، يعني ما تملحش جوه عشان ما يفرقعش. والحمد لله يعني انا مش بينزل مني رز كتير. وتسيبوا الطرفين ما يبقاش فيهم رز يعني، وتيجي تحطهم كده الطروفه عشان ما توقعش رز في الحله. هو اول ما الميه ما تكون بصوا اللي انا حطيت ميه تغلي وحطيت فيها شويه طماطم قليلين وتوابل قليله برضو، عشان كده كده كل اللي هيبقى في الخلطه التوابل والمنقيات وكل حاجه اللي في الخلطه هتنزل في الحله. فزي ما كنت بقول لكم ما تملوش الممبار قوي، وتخلي الطروف بتاعته فاضيه عشان ما يتكبش في الحله تمام. وطبعا هتسيبوه بقى من نص ساعة لساعة الا ربع، دي لو ممبار صغير كده. لو كبير ممكن ياخد ساعة ساعة ونص كمان. بس الحمد لله الممبار ده مخدش معايا وقت عشان زي ما قلت لكم هو صغير. فبس بقى ده انا بعد ما طلعته الحمد لله بصوا مفيش ولا زي وجع منه، وكان صراحة طعمه خطير. انا كنت بحمره وهوريكم دلوقتي عامل زي كده المشبك، شكله ما شاء الله يفتح النفس بجد. فجربوا الطريقة دي، جربوا طريقة القشة او الصليبة، وان شاء الله هتعجبكم. وقولوا لي ايه رأيك في الكومنتات ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنت حلو. وده كان الفيديو بتاع النهارده. قولوا لي ايه رأيكم، بس اعمل ازاي يا جماعه.
شكله بجد شهي. انا اصلا والله جعت ما شاء الله، شكله يفتح النفس. ف يلا جربوه وقولوا لي رايكم. يلا الفيديو كده خلص، سلام. نسيت اقول لكم ان انا اما احط بطاطسايه مع الجشه تستوي بس.